مساء الخير واهلا وسهلا بيكم مره تاني في القناه التقنيه. انا رامي، معلش اسف على التاخير، كنت مشغول شويه في القناه التانيه. عموما النهارده راجع لكم بفيديو بخصوص الايفون والماك مع بعض. طبعا كتير مننا بيلعب جيمز وبيلعب حاجات كتير زي بابجي، زي بوكيمون، زي جوراسيك بورد، زي ماينكرافت ايرث، وبيحتاج ان هو يغير اللوكيشن بتاعه. انا ما بلعبش، بس في ناس بتحتاج تغير اللوكيشن. او ان انت ممكن تبقى عاوز مثلا تدخل على الفيسبوك وتبين ان انت كنت في فرنسا، تعمل شير للوكيشن بتاعك وتقول ان انا في باريس او في لندن او في حته تاني. او تفتح مثلا برنامج زي تندر لان هو مش موجود عندك في البلد بتاعك، او عاوز تتعرف على ناس من بلد تاني. بالحل دوت، يعني انت مثلا نفترض ان انت من دولة عربية وعاوز تتعرف على حد مثلا من اليونان، ممكن بخلال البرنامج دوت تقدر تعمل الموضوع دوت وتفتح برنامج زي تندر التعارف، وتخش هيبتدي يعرف ان انت منين، من اليابان. وحاجات تاني كتير جدا، بس اهمها هي ان انت تقدر تعمل تغيير اللوكيشن. برنامج مش مجاني، البرنامج بتشتريه بفلوس، بس احنا طبعا عارفين نجيبه منين مجاني اهو، من هنا. مش عايزين نتكلم كتير عشان الفيديو ما يتحذفش، ولكن انتوا عارفين طبعا، اللي متابعنا على القناه عارف الموضوع دوت. هي شركه بتقدم برامج كتير، ولكن هو ده البرنامج اللي احنا محتاجينه النهارده. طبعا انا نزلته عشان وقت الفيديو، خلينا نفتحه لكم مع بعض. طبعا انت اول ما تفتحه له الواجهه الاولى هيطلب منك ان هو يعمل كونكت على التليفون. وطبعا لازم تبقى فاتح التليفون بتاعك، يا اما على الواي فاي يا اما على الكابل، مش هتفرق. طبعا انا عامل كونكت. والوهله الاولى، عشان بس انا حصل معايا الموضوع ده وانا بعمل الفيديو، انه اضطريت اعمل ريستارت للتليفون بتاع الايفون، لان هو هيقول لك اعمل شويه خطوات، خش على البرايفسي سيتنج وفعل الديفلوبر مود، فلازم تعملها عشان البرنامج يشتغل معاك. عموما احنا دلوقتي كده فتحنا البرنامج. فطبعا انا لو عاوز اعمل مثلا ان انا في باريس كده، تعال نشوف باريس. نحاول نطلع مثلا ساوث افريكا، مثلا جنوب افريقيا. احنا هناخد اي حاجة. آه، آه، خلينا ناخد مثلا ايه، استراليا. يلا ناخد استراليا، وهنقول له اي حاجة هنا مثلا، ونقول له جو. تمام. دلوقتي انا انتقلت مباشرة، الايفون بتاعي اتحول وراح فين؟ على المنطقة ديت. فانا لو فتحت دلوقتي المابس هلاقي نفسي هنا رحت فين؟ على المنطقة ديت. مجرد ان انا اعمل لوكيشن مباشرة هيوديني في حتة مختلفة تماما. يعني أنا دلوقتي لو عملت زوم اوت، زي ما انتم شايفين انا هنا حاليا في مولبورن استراليا. انا حاليا الماب بتاعتي راحت في احنا فين دلوقتي؟ استراليا. زي ما انتم شايفين القارة كلها باسم استراليا. فكده انا قدرت اغير الموقع بتاعي بكل سهولة. طبعا عشان ترجع بقى على الموقع بتاعك مرة تاني، انت المفروض بتقفل البرنامج مرة تاني، بس هيطلب منك ان هو يعمل ريستارت للتليفون عشان يرجعه لك على نفس الخريطة اللي انت كنت عاوزها. طبعا انت بقى ممكن تعمل اي حاجة بقى، ممكن تروح مثلا آه، رشا رشا مثلا، رومانيا. خلينا نروح رومانيا مثلا. خلينا نروح رومانيا ونقول له جو. تمام. دلوقتي المفروض ان انا لما افتح برضو هنا واعمل اللوكيشن هلاقي نفسي انتقلت فين؟ رحت رومانيا. لو عملنا زوم اوت كده هنلاقي ان هو ابتدى ايه؟ يطلعني في رومانيا اهو. زي ما انتم شايفين انا بقيت فين؟ في رومانيا. طب انا ممكن مثلا عاوز اروح الهند، انديا. في انديا، انديانا، يونايتد ستيتس. خلينا نروح امريكا، ليه لا؟ اهو نروح على الولاية بتاعت انديانا. طبعا بيديك خرائط كتير، احنا نختار اي حتة وخلاص. بنسلفانيا ماشي، ونقول له اوكي. طبعا هتلاقي هنا على طول وداك على مكان بتاع بنسلفانيا. لو عملنا زوم اوت هتلاقي نفسك انت رحت فين؟ ناحية واشنطن. ادين شايفين العواصم دلوقتي. ولو عملنا زوم ان هنبتدي نروح على انديانا، الحتة اللي احنا عملنا فيها سبوف. تقدر بقى تتحرك في اي حتة في العالم بقى، تخش تعمل بقى مثلا. انا دلوقتي لو ده البرنامج بتاع المابس عشان بس اوريكم ان انا انتقلت حرفيا. وخلي بالك لو انا حبيت انتقل لاي حتة، كندا، بص مباشرة دلوقتي تركي مثلا، هو طلع لي تركي. لو انا حبيت اروح، مجرد ان انا اعمل اوكي هتلاقي المابس بتاعه التليفون مباشرة ابتدى ايه؟ يطلع ويعمل يوديني على تركي. دلوقتي انا خلاص رحت تركيا. وانا حاليا لو عملت زوم اوت على
هنا اهو، هتلاقي نفسك فين؟ رحت هنا. فده برنامج كويس جدا لو حبيت بقى تلعب كده وتشوف الدنيا عامله ازاي، ولكن عشان تبقوا عارفين مجرد ان انا هطفي هيقول لك هنا ايه، لازم تعمل ريستارت ديفايس وتعمل ريستارت. فمجرد ان انا اعمل